اقعدوا معايا اليوم راح نديرو فطور خفيف، خبز الدار مع فخيط اومليت بزاف بنينه وسلطه. اول حاجه نبداو بسلطه، نشوو كل الخضر تاوعنا نديروهم في ساشي باش يعرقوا، ونروحو نوجدو الخبز اللي فيه كاس حليب، نص كاس تاع الماء يكونوا دافيين بين زوج، نزيدو نضيفو عليهم ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه سكر وكاس سميد، وراح نخلط كلش ونغطيهم ونخليهم حتى يختمروا لنا ونرجعوا ليهم. أنا بعد ما اختمروا كيما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعهم، كسرت هذاك الخمور وزدت لها بيضة نخلط، ونزيد لها 4 كاس تاع الزيت، الملح، نزيد نخلط كلش ونبدا نلم بالفارينه. انا الفارينه دات لي 2 كيسان كما راكم تشوفوا، نفس الكاس اللي بديت به. كملت دربت بيا، ما دخلتش يدي، جبت سباتولا كما راكم تشوفوا، ضربت مليح وغطيت عليها وراح نخليها تختمر. والسلطه تاعي كنت نقيت الطرشي والباذنجان وقطعتهم بهذا الشكل، زدت لهم شويه بصل شويه طماطيش، والصوص تاعنا درت شويه زيت زيتونه مع ليمون والملح وفرغتهم فوقها، خلطت كلش وزدت لهم حبيبه تاع الزيتون. رجعت للخبز تاعي لقيته اختمر لي، جبت سنيوه مدهونه بالزيت وفرغت الخبز تاعي، درت يدي في الماء ومشيت كامل ساويته وخليته يتضاعف واحد النص ساعه هكذاك، ورجعت ليه طليته بصفار البيض مع شويه حليب، رشه تاع الساندويتش وجلجلان، وندخلوه في فرن ساخن 180 درجه يطيب من تحت، من بعد نحمروه من الفوق. جبت مقله درت فيها شويه زيت، رشيت فقط، احكمت البيض تاعي ديرو شحال حبيتو 3 ولا 4، قطعت عليه شويه بصل شويه معدنوس مع حبيبات تاع الحار، ملح وفلفل اسود، وضربوا كلش، زدت لها شويه حليب باش تقعد لي شويه مشمخه هذيك الفخيط اومليت. البطاطا فرغت فوقها هذاك البيض وخليتها طابت، ما تطيبش بزاف، ما تنشفوهاش بزاف. وشوفوا لي الخبز كيفاش طاب لي ما شاء الله، وتحصلنا على فطور خفيف وبزاف بنين، يعني صيفي بامتياز. جربوا الوصفات وراح تنجحوا فيهم وراح يعجبوكم باذن الله. ما تنسوناش بالجيم والكومنتار، ونتلاقاو في وصفات جديدة ان شاء الله. سلام.